اليوم غادي نعرفوا شنو كيوقع لدماغك ملي كتستهلك التيك توك بزاف، وشنو التاثيرات السلبيه على حياتك النفسيه والعقليه من خلال دراسات علميه اللي درست هذا الموضوع. والاهم من ذلك اشنا هو التاثير ديال هذا التيك توك على فرصه النجاح ديالك في الحياه وتحقيق اهدافك. والاهم كذلك غادي نشوفوا الحلول الناجحه والناجعه اللي اقترحت هذه الدراسات، اللي هي حلول تجريبيه يعني دارت على اشخاص اللي هما كانوا مدمنين على التيك توك وعلى الفيديوهات القصيره بصفه عامه، وقدروا انهم يتعالجوا منها، وقدرت تكون عندهم واحد التاثير ايجابي في الحياه. بدايه باش نناقشوا هذه النقطه بشكل مفصل لابد اننا نرجعوا واحد شويه في التاريخ ونعرفوا كيفاش كنا كنعيشوا قبل ما يكون هذا التيك توك، قبل ما تكون هذا الانترنت وهاد التطبيقات اللي غزات العالم اليوم، اللي كتستهلك لنا واحد الوقت. اي واحد دابا الان اي واحد اليوم راه كيستهلك واحد الوقت كثير في اليوم ديالو. الا جيتي تشوف شحال ديال الوقت كدوز في السكرول، كل سواء في الفيسبوك ولا في اليوتيوب ولا في التيك توك اللي هو اخطر من اليوتيوب والتيك توك والفيسبوك او المنصات الاخرى، لانه كيعتمد على فيديوهات قصيره، وهذه الفيديوهات كتعطيك واحد الدوبامين اللي هو لحظي، وانت بحال كتولي مدمن. يعني فاش كتشوف واحد الفيديو كتاخذ واحد المتعه، ديك المتعه هي الدوبامين، وكتبقى غادي تسكرولي من فيديو لفيديو لفيديو لفيديو. والاسوء شنو هو انك انت ما كتبنيش شي حاجه مفيده في الحياه ديالك، فقط كتبقى تسكرولي وكيولي عندك واحد جوانب سلبيه كثيره في حياتك. حنا غادي نناقشوا نقطه بنقطه وشنو من النقاط الاهم في الدراسه. واش عارف ان التيك توك كيخلي دماغك يولي يشبه دماغ مدمن القمار؟ دراسه من يونيفرسيتي اوف ميشيغان لقات ان الفيديوهات القصيره كتعطي دفعات سريعه من الدوبامين بحال ما كانت القمار. والنتيجه شنو هي؟ النتيجه كتولي محتاج دفعات دوبامين كل دقيقه. يعني كتولي انت باش دير اي حاجه في الحياه او دير اي طاكس باغي ديرو، يعني انت اي حاجه باغي تخدمها كتولي محتاج واحد المتعه في دماغك باش تخدم. شحال من مره كتبغي تقرا مثلا او دير شي خدمه كتلقى راسك عاجز انك تركز، وهاد الفيديوهات القصيره واخطر شيء ديالها هو انك تقتلك التركيز. ما كتبقاش قادر انك تركز بدون انك مثلا تشغل موسيقى او دير واحد التركيز اللي هو عميق. وهذا التركيز اللي هو عميق حنا عارفين ان التاثير ديالو على الافيكاسيتي ولا الخدمه. كل ما كان التركيز ديالك عميق وتقدر تركز بزاف، كل ما كتقدر انك دير ديك العمليه بشكل او ديك الخدمه كديرها بشكل متقن، وبالتالي كتكون عندك ديك الافيكاسيتي ديالك طالعه، وبالتالي فرصه النجاح ديالك او لا هذا كتولي انت كدير واحد العمل متقن. وهذا هو اللب ديال النجاح، هو انك دير واحد العمل متقن في واحد الوقت وجيز وبواحد الطريقه مثلى او بواحد الطريقه اللي هي تري افيكاس. اذا هذه القضيه راه مهمه جدا ان الانسان خاصو يرد البال لهذه الفيديوهات اللي كيستهلك. كل ما استهلكتي كيف ما قلنا فيديوهات قصيره المده، كل ما هذيك الفيديوهات القصيره كتعطيك واحد دوبامين سريع. يعني كل فيديو كتشاهدو كتعطيك واحد دوبامين سريع وكتبقى من فيديو لفيديو. وعلاش كتبقى انت غادي من فيديو لفيديو؟ لان كل ما كتعطي لدماغك واحد الدوبامين اللي هو قصير، كل ما هو كيطالبك بكثر. كتولي انت في كل لحظه محتاج الدوبامين باش تخدم. وفاش كتحيد هاد التيك توك او هاد الفيديوهات القصيره بصفه عامه وكتمشي تبغي دير واحد الخدمه، دائما دماغك كيطالبك بالدوبامين باش تقدر دير ديك الخدمه وتقدر تركز. داكوغ؟ اذا هذه النقطه الاولى مهمه، الانسان خصو يرد من البال او خصو يعرف المشكل. لانك باش تقدر تعالج المشكل خصك تعرف فيه هو المشكل. اول مشكل من هذه المشاكل ديال التيك توك والفيديوهات القصيره كيف ما قلنا هو كيدير لك كيعطيك دفعات قصيره من الدوبامين، وبالتالي هذيك الدفعات القصيره من الدوبامين كتخليك في المستقبل ما قادرش انك تركز باش دير الخدمه اللي خصك ديرها. علاش ما بقيتيش قادر تقرا كتاب 10 دقائق بلا ما تشد التليفون؟ Journal of Behavioral Addiction بين بلي ان الاستهلاك المفرط ديال الفيديوهات كيقلل من مده الانتباه وكيبني واحد العاده ديال التركيز القصير. وهذا اخطر شيء ممكن يوقع للانسان، هو انه ما تبقاش قادر انك تركز. ولا ما بقيتش قادر انك تركز المعنى ديالو انك ما بقيتش قادر تخدم، لان التركيز هو اللي كيخليك تخدم. داكوغ؟ وهذا الشيء علاش حتى من جوانب اخرى كيقول لك انك تستعمل الموسيقى او تستعمل شي حاجه في ودنك تسمعها وانت كتقرا ماشي صحيه. لانه خاصك انت باش دير واحد العمل او واحد الطاكس كديرها بافضل طريقه ممكنه، خاصك تركز عليها 100% وتخدم دماغك كامل معها باش تقدر ديرها بافضل طريقه ممكنه في واحد الوقت وجيز، وديرها بكاليتي او بجوده ممتازه. اذا هذه راه من بين الحوايج مع الاسف السلبيه جدا، هو انه انت ما كتبقاش عندك واحد العاده او واحد القدره ديال انك تركز واحد الوقت اللي هو طويل باش دير واحد الخدمه معينه. وشنو السبب؟ السبب انك كتبقى كيف ما قلنا كتبقى الدوبامين دماغك ما كيبقاش كيولي كل ساعه باغي يدير الدوبامين باش يدير واحد الخدمه.
والحلول ديال هذا الشيء اكيد احنا غادي نناقشوها، ولكن بدايه كيف ما قلنا خصنا نعرفوا الاسباب او الخطوره ديال هذا الشيء باش انت تقدر تقلب على الحلول ديالو. وبيان سير في الاخر ديال الحلقه راه غادي نشوفوا الحلول الممكنه والمقترحه واللي هي تجربات على الناس اللي قبل منا، واللي ناس كانوا مدمنين اكثر وعطات واحد الفعاليه. شحال من مره كتقول ندخل غير 5 دقائق للتيك توك ولا الفيسبوك ولا اليوتيوب ولا الانستغرام، وملي كتفيق كتلقى راسك ضربتي ساعه ولا ساعتين على الاقل بلا ما تحس. واش هذا الشيء مقصود؟ اصلا المنصات كامل هذه المنصات اللي في الانترنت مبنيين على واحد القضيه ديال السكرول. هما قد ما شدوك بزاف قد ما هما كيربحوا بزاف، قد ما شدوك بزاف قد ما نتايا كتشاهد اعلانات كثر، وقد ما هما كيربحوا كثر. اصلا هما الهدف ديالهم هما انهم تبقى داخل المنصه ديالهم. دونك انت فاش كتبقى داخل بزاف انت كتقتل راسك، لانه هذا الشيء عنده واحد التاثير سلبي جدا على التركيز ديالك وعلى الصحه العقليه والنفسيه ديالك. كيف ما قلنا اول حاجه التركيز اللي ركزنا عليه بزاف كيقل 100% هذه. وثاني حاجه نفسيا، شحال ديال الناس وصلوا لمراحل نفسيه خطيره جدا بسبب انهم كيستهلكوا هادشي ديال البار انترنت بزاف، وكيدخلوا في مقارنات وفي عده اشياء اللي كتاثر عليهم. وانت راه شوف باش نكون واضحين، راه شنو اللي كيخليك تكون ناجح وتحقق داكشي اللي باغي في الحياه؟ راه هو الخدمه. تركز على داكشي اللي باغي، اما تركز على داكشي اللي باغي انت ديرو وتنجح فيه وتستمتع بالفوائد ديالو، يا اما غتبقى تعيش غير الوهم، تبقى تشوف في الفيديوهات من هنا لهنا وتسكرولي من هنا لهنا وكيعطيك داكشي ديال الدوبامين، ولكن بحال انت غير كتحلم، بحال داكشي كيحقق لك غير في الاحلام، داكشي كتحلم به انت غير كتفرج فيه. يعني اش كيبقى فاش كتدخل كتبقى سكرولي، كتبقى بحال كتعيش داك الوهم، داكشي اللي باغي تحققه انت في حياتك كتبقى تتفرج فيه في الفيديوهات وكيعطيك واحد المتعه، واحد كيعطيك كيفرز لك واحد الدوبامين في دماغك، وبحال انت حققتي داكشي واقعيا. ولكن المشكل شنو؟ فاش كتفيق وكيسالي داك الفيديو كتلقى راسك انت راك ما حققتي حتى شي حاجه، بالعكس ضيعتي وقتك وكتبقى تلوم في نفسك، وهنا كتدخل في واحد الحاله نفسيه خايبه. لانه باش نكون واضحين، راه اللي كيخليك تعيش داكشي اللي باغي راه ماشي هو السكرول، راه هو انك تحيد داكشي وتجلس تخدم على داكشي اللي خصك تخدم باش تقدر تستافد من الفوائد ديالو. من بين اخطر الاشياء ديال الفيديوهات القصيره خصوصا ديال التيك توك ولا الانستغرام ولا اليوتيوب هو انك تفقد المتعه. شحال من مره كتفكر في هذه القضيه انه كتلقى راسك داكشي اللي كان كيمتعك وكيفرحك شحال هادي مابقاش كيمتعك دابا، مابقاش كيعطيك متعه. واش هذا الشيء عنده شي تفسير؟ اكيد عنده شي تفسير، لانه هاد الحوايج اللي كنا كنستمتعوا بهم قبل بكثره ما كنشاهدوا حنا هاد الفيديوهات القصيره وكتفرز لنا واحد الدوبامين سريع اللي ما كنستافدوش منه، ما كتبقاش ديك الحوايج اللي كانت كتعطينا واحد المتعه وواحد الفرحه قبل ما بقاش كتمتعنا دابا. وهذا من بين الحوايج السلبيه جدا، هو انه انت داك الحوايج اللي كانت كتفرحك وكتعطيك واحد القيمه، مش كتعطيك واحد القيمه وانما كتعطيك واحد الاحساس زوين وواحد المتعه، ما بقاش كتفرحك دابا وما بقاش كتمتعك. لانه علاش؟ لانه انت وليتي كتاخذ دوبامين سريع وكتاخذ بواحد الشكل كبير، وبالتالي انت داك الحوايج اللي خاصها تفرحك نورمالمون ما بقاش كتاثر فيك. علاش؟ راه باينه، بحال داك الانسان اللي كيكون مدمن مثلا على لي زوغوين ولا شي حاجه بحال هكا، كيولي هو كيعطي واحد الدوبامين كيفرزوا ليه بشكل مفرط. يعني داك الحوايج اللي في الحياه الواقعيه ديالو ما كيبقاوش يمتعوا اكثر، وبالتالي كيلجا لهذه الاشياء باش ياخذ دوبامين اكثر ويحس بواحد الاحساس زوين اكثر. وهذا هو المشكل. الانسان خصو يكون واقعي، لانه هذا الشيء راه كيدمر الحياه ديال الانسان بصراحه. راه خصك تحيد هذا الشيء وتجلس تركز على حياتك، تركز على داك الشيء اللي خصك تخدم، اللي هو بالفعل الا حققتيه وخدمتي عليه ودرتيه بشكل واعر غيعطيك واحد القيمه وغيخليك تستافد منه في الحياه اليوميه ديالك. والكارثه شنو هو؟ ان التيك توك وهذه وسائل التواصل الاجتماعي ماشي غير كيضيع لك دماغك وكيضيع لك صحتك، كيدير لك حتى القلق الاجتماعي، لانك كتدخل في واحد المقارنات اللي هي ماشي صحيحه واصلا ماشي واقعيه. لانك انت فاش كتبقى تشاهد دماغك اي حاجه شايفها راه كيصدقها بغيتي ولا كرهتي. دماغك فاش كيشوف واحد الحاجه بالنسبه ليه هو راه صحيحه واخا تكون هي غلطه، داكوغ. دونك دماغك اي حاجه شايفها راه كيصدقها. وانت فاش كتبقى تشاهد التيك توك بزاف وهاد يعني الانستغرام وكتشوف في اليوتيوب وكتشوف الفيديوهات كتستهلك فيديوهات سيرتو الفيديوهات القصيره، دماغك كيصدق انه شوف هاد الناس كيفاش داغ يوصلوا، كتدخل في واحد المقارنات اللي كتدمر لك حياتك وعندك واحد القلق اجتماعي، تولي انت ديما معصب بوحدك، معصب ما قادرش تركز ونفسيا مضغوط. بسبب ايش؟ بسبب هاد الفيديوهات كتبقى تدخل في مقارنات تقدر انت تكون غير واعي بها
ولكن راه دماغك كيبقى يحلل وكيقارن، وفاش كيحلل وكيقارن كيبدا اوتوماتيكمون انت كتقول شوف هذا شنو عنده، هذا شنو عنده، شو انا شنو عندي، انا شنو عندي، وبالتالي كتدخل لنا في واحد الضغط نفسي، وكتشوف الناس هذاك الاخر علاش هو عنده علاش انا ما عنديش. وفاش كيسالي الفيديو كيزيد هذا القلق الاجتماعي، كيزيد القلق الاجتماعي، يعني انت ما كتبقاش تستمتع بالحياه، كتولي نوض تفيق مع الصباح مقلق، كتمشي للخدمه مقلق، باغي تقرا مقلق، ديما انت نفسيا مقلق. وهذه من اخطر الاشياء، لانه حنا عارفين الدور ديال النفسيه ديال الانسان في الخدمه. راه الا كنتيش نفسيا مرتاح وفرحان راه ما يمكنش لك تخدم. باش نكونوا واقعيين، تقدر دير واحد الخدمه ولكن غديرها فوق خاطرك، وبالتالي هذه القضيه راه مهمه. راه باش نكونوا واقعيين، باش تنجح في حياتك وتحقق الاهداف، كون واعر في داكشي اللي كدير. خاصك تايزولي هاد الوسائل التواصل الاجتماعي وهذا الشيء، وتركز على حياتك. الا بغيتي تتفرج غتفرج واحد نص ساعه في النهار تا تسالي الخدمه ديالك وتمشي تتفرج، والا راه انت كتضيع في حياتك وكتبقى عايش في هاد الدوامه هكا. واكيد نتوما كتشوفوا دابا شحال ديال الناس هضروا على هذا الموضوع ديال وسائل التواصل الاجتماعي وديال الاستهلاك المفرط ديال هاد الشيء. وحتى النوم ديالك ما كيبقاش مزيان، انت فاش كتولي تبغي تنعس ما كتنعسش مرتاح. دونك الانسان خصو يرد البال مزيان من هاد الشيء ويبعد منه. ودمتم في امان الله.